أهلا بكم في حلقة جديدة كورة مع عمرو. يلا بينا نعرف كل التفاصيل الجديدة، يعني نتكلم على قفشة وهل في منافس السنة الجاية قدام الأهلي في الموسم بتاع الدوري. هل التدعيمات اللي الأهلي هيجيبها هتكون مؤثرة فعلا للنادي الأهلي؟ هل اتحاد الكورة هيلعب بالكاس مصر؟ هل في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها دلوقتي. عندك لازم نشكر لعيبة الأهلي على ماتش سموحة، قدموا مباراة قوية جدا جدا جدا. ما شاء الله عملوا طول الموسم. محمد شناوي ومصطفى شوبير ما شاء الله متأقلم لما كان الشناوي مصاب. في افريقيا خدنا ابطال افريقيا، بعد كده دخلنا في الدوري. 20 مباراة متتالية فوز للنادي الاهلي. طبعا ده محتاجة جدية في العمل، محتاجة تفكير في العمل، محتاجة كل حاجة في انضباط في العمل، في تكتيك من المدرب، في كل حاجة، في روح الفانلة الحمراء، في كل حاجة. فأنا بشكر من هنا، بشكر لعيبة النادي الأهلي الرجالة، أولهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير. طبعا محمد عبد المنعم، ألف شكر لمحمد عبد المنعم، حتى لو هيقعد معانا يكمل كأس عالم أندية 2025 أو يمشي. تاني حاجة رامي ربيعة قدم موسم استثنائي، له موسم كويس. ممكن عمل 25 مباراة، لعب 25 مباراة أو 26 مباراة، قدم كلهم هايلين بصراحة، باستثناء كام ماتش كده ما كانش مستواه على قد كده. عندك كريم فؤاد باكر ياسر، ألف سلامة عليه، اتصاب في ماتش سموحة اللي فات، إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. بصراحة قدم موسم كويس. لازم نثني على اللعيبة بصراحة لأنهم تعبوا كتير الفترة اللي فاتت. عندك محمد هاني مستواه كويس، شوية طالع وشوية نازل. يا رب يبقى مستواه ثابت على طول. عندك عمر كمال عبد الواحد، الصفقة الجديدة في الموسم الجديد في يناير، ما شاء الله عليه من ساعة ما جه في كل ماتش بينزل لازم يكون مؤثر، لازم يعمل اسيست او يجيب هدف. بصراحة يعني ربنا بيكافئه ان هو فعلا لاعب منتظم ومؤدب ومحترم. والحمد لله اللي احنا عندنا كواليتي لعيبه بالطريقه ديت. عندك في خط الوسط عندك مروان عطيه لا غنى عنه في النادي الاهلي بصراحه، يعني لاعب مميز جدا في خط الوسط رقم 6. بصراحه بيقفل جيد. الباص بتاعه كويس. التمريرات الطويله بتاعته عاد كويس. كان بيلعب مكانه كوكا، وبعد كده كوكا اتصاب ورجع تاني، وبعد كده راح المنتخب. كوكا برضه بيقدم اداء كويس جدا. مش هننسى اليو ديانج اللي طلع اعاره الخليج السعودي. ما شاء الله بقاله 4 سنين معانا، حقق انجازات كتيره مع النادي الاهلي. اليو ديانج ربنا يوفقه في الفتره الجايه. طبعا هو رايح اعاره مش بنيه البيع، يعني هيرجع تاني السنه الجايه ان شاء الله. عندك كمان اكرم توفيق اللي مستواه ثابت. لما انصاب ورجع تاني لعب باك يمين، وبعد كده انصاب وبعد كده رجع تاني. فالمدرب هو شايف ان هو يحط رقم 8 تحت صانع اللعب. دي بصراحة أول ماتشين 3 كان أداؤه مش كويس، بعد كده بدأ يفهم الدنيا، وبدأ يفهم محتوى المركز اللي هو فيه، وبدأ يقدم مباراة كويسة حتى الآن. حتى ماتش سموحة اللي فات ده بصراحة قدم مباراة كويس. طبعا بقى هو تعب بدنيا لأنه هو طول المباراة أساسي. عندك إمام عاشور من ساعة الموسم بصراحة كان في أول موسم فورمة رائعة جدا، لكن الإجهاد جه عليه كتير. لعب ماتشات أساسية كتيرة جدا، أكتر من 50 مباراة أو 55 مباراة. ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحة. أدى مردود كويس جدا. عندك قفشة ان هو بصراحة كل ماتش بيعمل لنا قضية جديدة، قضية في الزمالك، قضية في بيراميدز، قضية كمان في سموحة، كمان عمل قضية في سيراميكا. يعني ما شاء الله عليه، كل لما بينزل بيبقى مؤثر جدا. ده برضو من العناصر الأساسية ومن العناصر الأساسية اللي جابت لنا 2 دوري واتنين كاس واتنين كاس سوبر واتنين برونزية عالم. كمان حسين الشحات ما شاء الله عليه قدم مستويات رائعة جدا، ساعات في بعض الأوقات بيزودها شوية، لكن الأهلي معتمد عليه اعتماد جيد جدا. وما شاء الله عليه بيقدم مستويات كويسة، وأتمنى في الفترة الجاية إن هو يبقى ملتزم أكتر من كده.
عندك رضا سليم ما كانش مؤثر في البدايه، ما كانش بيشارك بطريقه مستمره في اخر 5 6 ماتشات. مارسيل كولر اعتمد عليه بعد اصابه محمد طاهر اللي هنرجع نتكلم عليه. قدم مستويات رائعه بقاله 5 6 ماتشات، بدا يلعب اساسي، بدا يرجع الذاكره في الايام الحلوه اللي كان بيلعبها. هو كان لاعب جيد اصلا. كمان عندنا بيرسي تاو اللي مش عارفين هو هيقعد ولا هيمشي ولا هيعمل ايه. الراجل عايز يقعد والاداره عايزين يمشوه، باين عايزين سكواد عالي من الاجانب. الاهلي عايز يغير الدوافع بتوع الاجانب اللي عنده يعني. ربنا يسهل، نشوف هيقعد ولا هيمشي ولا. بس هو كمان ادى اداء جيد في افريقيا وفي الدوري، ما شاء الله عليه يعني. بس بقاله فتره كبيره مش في مستواه، مش في الفورمه اللي هو فيها. كمان نتكلم على خالد عبد الفتاح، اضافه كبيره برضه للنادي الاهلي. باك شمال تحطه، باك يمين تحطه، مدافع ما شاء الله عليه كويس جدا في في اي مكان تحطه فيه يعني، جوكر بمعنى الكلمه. عندك كمان اللي ما نغفلش حقه اسامه ابو علي، هداف الدوري. لعب 16 مباراه ولا 17 مباراه، يجيب 6 اسيست ويعمل 18 هدف. ده رقم غير طبيعي. من ايام عماد متعب ما شفناهوش. من ايام عماد متعب ما شفناش مهاجم بالطريقه دي، بالكواليتي دي، بالاعلى ده. اخر الماتش اللي قبل الاخير، الماتش المقاولين جايب هاتريك. تصويباته على المرمى بطريقه جيده، بيشوط ضربات جزاء بطريقه جيده، ضربات ثابته بيشوطها بطريقه جيده، بيشوط بشماله بيشوط بيمينه. اللهم احفظه يا رب العالمين. بصراحه هو اداؤه كويس جدا، وما شاء الله عليه على اداؤه واستمراره في الملعب. واتمنى له الموسم الجاي يكون كويس. هل هياخد راحه مع اللعيبه او هيكمل بقيه الموسم؟ الله اعلم. انا مش عارف ناصر كولر هيعمل ايه، وهل ناصر كولر هيسافر ولا هيقعد ال3 ماتشات دول، وهيعمل ايه في الكاس. لسه هنشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه. اتحاد اللطايف والقطايف اللي هو كل يوم بقرار، مش ده الاتحاد حتى كمان يعني. تأثير الدوري اللي احنا لسه بنلعب في الدوري يعني، لو احنا زي الدول اللي بره مثلا، مخلصين من شهرين 3 وعاملين اعداد وعاملين كل حاجه، فبالتالي كان زمان المنتخب الاولمبي هيبقى في حاله جيده دلوقتي، وكان ما كناش هيتهزمنا 6-0 من قدام المغرب في الثالث والرابع، على الثالث والرابع، ونخسر ميداليه في كاس العالم، في كاس الاولمبيات باريس. فمش عارف والله اقول ايه. يلا، هي ده حال الكوره المصريه. عايزين اتحاد قوي الفتره الجايه، عايزين الناس اللي مش مؤثره في شغلها تسيب مكانها وتسيبه لحد تاني يكون كادر كويس. عايزين كل واحد يعني يشتغل في الحاجه اللي هو بيفهم فيها، وان شاء الله الكوره المصريه تبقى كويسه. وعايزين تعديل في الدوري الجاي، يبقى من موسم واحد ويعدلوا فيه عشان نخلص شهر 3 ولا 4، نقدر اللعيبه تاخد نفسها، عشان اللعيبه ما ترهقش اكتر من كده. حتى عندنا كاس عالم انديه، وعندنا دوري، وعندنا كاس، وعندنا بطولات كتيره، وعندنا افريقيا افريقيا، وعندنا كاس عالم. فالمفروض الناس تفهم حاجه زي كده، ويرتبوا من الوقت للموسم اللي جاي بطريقه كويسه. واتمنى الخير للكره المصريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.